وعلشان الكريسماس وعلشان السنة الجديدة هنعمل مع بعض تورتة الريد فيلفت ب3 بيضات بس. هقولك كمان ازاي يطلع معاكي اللون مظبوط وزي الجاهزة بالظبط. بس قبل كل ده حابة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين وعام سعيد على الجميع يا رب. اول حاجة هبتدي اجهزها وهي المكونات بتاعة كيكة الريد فيلفت. مهم جدا المكونات كلها تكون بدرجة حرارة الغرفة، ولو في حاجة في التلاجة اقدر اخرجها قبل ما ابتدي اجهز المقادير بساعة. معايا 200 جرام من الزيت، ومعايا كمان نص معلقة من الفانيليا، معايا معلقة كبيرة من البيكنج باودر ونص معلقة من البيكنج صودا. انا استخدمت ماركة دريم، تقدري تستخدمي اي ماركة تاني متاحة عندك. معايا كمان 3 بيضات و300 جرام من السكر، ومعايا كمان 200 جرام من الدقيق. مهم جدا يكون الدقيق بتاعي نوعه نضيف، دقيق مخبوزات او دقيق مخصص للكيكات علشان اضمن نجاح الكيك. اول حاجة هبتدي اجهزها وهو اللون بتاع الريد فيلفت، ودي اهم خطوة. انا معايا 150 جرام من اللبن او من الحليب. في الوصفة لازم يكون الحليب يكون سخن جدا، يكون واصل لدرجة الغليان. هبتدي احط اللون بتاعي تدريجيا. ده لون احمر، لون طعام احمر جيل. لو في بودر مفيش اي مشكلة، ولكن البودر بيكون تركيزه اعلى جدا، فهكون حريصة جدا جدا وانا بستخدم البودر. ممكن يكون الجيل خفيف شوية او تركيزه مش عالي قوي زي البودر. فانا هبتدي اظبط اللون بتاع الريد فيلفت بتاعي. انا هنا كان حماره بالنسبة لي تقيل، سوري، حماره بالنسبة لي كان خفيف، يعني كان مدي اللون الاورنج شوية، فحبيت اتقل اللون او اغمق اللون شوية. ضفت نص معلقة من الكاكاو الخام الاسباني. هقلب فيه كويس جدا لحد ما يدوب خالص، الكاكاو اختفى خالص. انا نقلت هنا على مفرش ابيض علشان اللون يكون واضح، والاضاءة كمان كلها كانت بيضة. بس كده شايفين درجة اللون مدية لمبيتي، يعني اغمق درجات الاحمر. تاني حاجة هبتدي اجهزها وهو القالب اللي هصب فيه الريد فيلفت او هخبز فيه الكيك بتاعي. دهنته بمادة دهنية، تقدري تدهنيه بزيت، بسمنة، بزبدة، اي مادة دهنية متاحة عندك. هبتدي اغلف القالب بتاعي بورق زبدة، وده هيسهل معايا كمان قوي عملية نقل الكيك بعد الخبز. وبعد كده هبتدي اجهز المقادير بتاعة الريد فيلفت او الخليط بتاع الريد فيلفت. ضفت ال3 بيضات، وانا هقول المقادير تاني. ضفت ال3 بيضات وضفت عليهم كمان ال300 جرام من السكر، وضفت عليهم نص معلقة الفانيليا. هبتدي اخفق الخليط ده كويس جدا لمدة لا تقل عن 10 دقايق. هشغل المضرب بتاعي في البداية على سرعة هادية، وبعدين هبتدي بالتدريج اعلي السرعة واحدة واحدة. بعد 10 دقايق من الخفق هيكون ده شكل الخليط بتاعي، وكده الخليط بتاعي جاهز تماما. هبتدي اخد المكونات الجافة بتاعتي، وكانت 200 جرام من الدقيق وعليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر ونص معلقة من البيكنج صودا. البيكنج باودر كان 16 جرام والبيكنج صودا كان حوالي 10 جرام. هعدي كل الخليط دوت على منخل، ودي خطوة مهمة جدا. وبعدين هبتدي اضيفه على الخليط اللي انا كنت خفقاه من شوية، اللي هو البيض والسكر والفانيليا. هبتدي انزل بالزيت تدريجيا. انا مش هوقف خفق وانا بضيف باقي المقادير. هبتدي انزل كمان باللون بتاعي اللي انا كنت مجهزاه. المضرب بتاعي شغال، انا مش هوقف خفق اطلاقا.
انا كان اللون بالنسبة لي افتح سنة، او كان محتاج اللون يتقل شوية بعد الخفق، فضفت عليه حوالي معلقة كمان من اللون. زي ما قلت هكون حريصة جدا وانا بضيف اللون. اللون مش هيغير طعم الكيك اطلاقا، ولكن البودر بيغير طعم الكيك. اللون السائل مش هيغير طعم الكيك خالص معايا، فزودي براحتك بس برضو تكوني حريصة. هبتدي اصب الخليط بتاعي في القالب. الفرن بتاعي ساخن مسبقا على درجة حرارة 200، شبكة في النص. اخدت بالظبط وقت التسوية، اخد بالظبط من 22 ل 30 دقيقة. هطلعه من الفرن وهختبره بخلة اسنان او بعود خشب او بحرف سكينة. المهم ان اي حاجة من دول تطلع معايا فاضية خالص، مفيش اي عجين ملتصق فيها. نقلت الكيك بتاعي، وورق الزبدة هنا سهل عليا ورق الزبدة سهل عليا عملية النقل هنا. سبت الكيك بتاعي لحد تاني يوم، ليلة كاملة لحد ما برد تماما، وابتديت قطعته على 3 اجزاء. هبتدي اجهز الكريمة بتاعتي وانا استخدمت جهينة كريمة خفق للحلويات، مخصصة للحلويات. مقادير الكريمة كانت 250 جرام، يعني كانت كوباية بالظبط او مج بالظبط من ده. انا كنت حاسة ان الكريمة قليلة فضفت كمان نص كوباية، وهي فعلا كانت قليلة. واضح قدامكم ان انا ضفت كوباية واحدة، ولكن انا ضفت نص كوباية تاني بس ما اتصورتش، يعني ضفت كوباية ونص من الكريمة. هضيف كمان عليهم 150 جرام من السكر البودر. هخفق بقى الخليط ده تماما لحد ما السكر يدوب خالص. هبتدي اضيف الجبنة الكريمي معايا. انا استخدمت جهينة صور كريمي لان هي غنية بالكريمة اكتر، يعني كريمي اكتر. دي عبوة 500 جرام، انا استخدمت منها 250 جرام، يعني اخدت نصها. حابة اقول ان علبة الكريمة او كريمة الخفق لو فتحناها ما تقعدش بره التلاجة اكتر من 3 ايام. ممكن نحطها في الفريزر، ووقت ما نحب نستخدمها او وقت ما نحتاجها نطلعها قبلها بفترة. انا ضفت هنا معلقتين كبار من الباستري كريم علشان يربط معايا القوام بتاع الكريمة. الباستري متوفر في كل محلات الحلواني. وظيفة الباستري هنا علشان يربط معايا الكريمة، علشان لما اجلس التورتاية من بره ما تبقاش سايحة او ما تسحش مني بسهولة. هبتدي اخفق في الخليط بتاعي او في الكريمة بتاعتي لحد ما توصل لقوام كريمي اكتر، ناعمة جدا ما فيهاش اي تكتلات من السكر او من الباستري، والكريمة كمان تكون اتخفقت حلو. جبت البورد بتاعي وضفت عليه حتة من الكريمة علشان اثبت عليها التورتة او اثبت عليها الكيك ما يتحركش. ابتديت اسقي الكيك بتاعي بخليط التسقية، وكان عبارة عن كوباية من الحليب او من اللبن الدافي، وعليهم معلقتين كبار من السكر دوبتهم جدا جدا، وسقيت بيه طبقات الكيك كلها، يعني طبقة من الكيك وطبقة، وضفت عليه خليط التسقية وطبقة كمان من الكريمة، وببتدي اوزعها، وهكذا طبقة كمان من الكيك وعليها خليط تسقية والكريمة لحد ما اخلص كل الطبقات.
ودي كانت اخر طبقة، انا ضفت عليها طبقة من الكريمة خفيفة كده ووزعتها بالتساوي على التورتة كلها من الجناب ومن فوق من كل الاتجاهات لحد ما دريت الكيك خالص. وابتديت بقى اضيف طبقة تاني تقيلة من الكريمة، ودي اللي جلست بيها التورتاية بلغة الحلوانية. ابتديت بقى اسويها كويس جدا، وهنا كنت خلصت التورتاية بتاعتي وابتديت ازينها. انا اخترت السبرينكل الاحمر وكان لايق معاها جدا، يعني الريد فيلفت من الداخل وطبقات الكريمة البيضة ومن بره التزيين احمر، كان شكلها حلو جدا. تقدري تزينيها باي شكل انت حباه او اي لون انت مفضلاه. عايزة اقول لكم ان طعم الكريمة بتاعتها حلوة جدا. الكيك كمان طعمه حلو، السكر بتاعه معتدل، الكريمة كمان سكرها كان معتدل اكتر. اكيد لو هنشتري تورتاية زي دي من بره هيكون سعرها عالي جدا. احنا عملناها في البيت بكل سهولة ووفرنا كتير وفرنا اكتر. لو هنشتريها من بره جربيها وان شاء الله هتعجبك، واكتبيلي طبعا في التعليقات. وكل سنة وانتوا طيبين، واستنوني في حلقة جديدة وفيديو جديد، وما تنسوش اللايك. ولو اول مرة تنوريني في القناة اهلا وسهلا بيكي، نورتيني. ما تنسيش الاشتراك، واشوفكم على خير يا رب. باي باي.